الست الشاطرة عمرها ما تقول للخير لأ، مش عشان ما عنديش مكان ليهم ارميهم بقى ولا اوزعهم للجيران، لا انا قلت اتصرف واشوف لهم مكان كده يليق بيهم. جبت لهم بقى ايه مكان حلو كده مش هيخطر على بالكم خالص. ما لقيتش كرتونه، والكرتونه الصغيره عليهم ان هم ياكلوا فيها ويشربوا، فقمت عامله ايه جبت بقى الطشت بتاع حماتي الكبير ده بتاع زمان ده، قمت ايه جايبه فيه بقى ايه شويه تبن كده وفردتهم، حطيت فيه شويه تبن عشان نسيب البط فيه. البطه بتاعتنا طلعتهم وما كنتش عامله حساب ليهم خالص. المهم يعني جبت بقى شويه تبن وهفردهم بقى في الطشت ده كده. لو لسه ما حطيتش لايك يلا حطوا اللايكات كده وشجعوني عشان الفيديو ده يوصل لناس كتير، وفي ناس بتبقى محتاسه ومش عارفه تعمل ايه فالفيديو ده يفيدهم ويتصرفوا زي ما انا اتصرفت كده بالظبط. المهم حطيت شويه التبن كده وفردتهم الاول كويس، ما كترش وما خليش التبن كتير قوي عشان احنا في الحر من ناحيه، ومن ناحيه تانية ما تبقاش المسافه بتاعه الطشت قصيره فالبطه تنط من الطشت على الارض ماشي. دي اوضه كده حاطين فيها الكراكيب شويه كراكيب كده وعزاويل وحاجات، فجبت بقى الطشت كده وحطيته على حاجه عاليه على الارض، وجبت بقى الكرتونه بتاعتي. كانت الساعه دلوقتي الساعه 8 الصبح، فانا اليوم ده كان يوم السبت اللي هو يوم السوق تمام. فقلت بقى اسيب البط بتاعي كده، احنا في الحر فمش محتاجين لمبه حمراء، لمبه بيضه عادي بتاعه السقف بتاعه الاوضه، محتاجوش لمبه تحتيهم بسلك ولا حاجه. طبعا احنا لسه في شهر كام، احنا في شهر 8 لسه الدنيا حر خالص، فمش محتاجين لمبه حمراء. دلوقتي بقى سيبت البط بتاعي كده في الطشت لسه بقى على ما ياخدوا على المكان ويتحركوا بقى ويروحوا يمين وشمال ويتحط لهم الميه والاكل، ف يعني المكان يبقى حلو عليهم ويروحوا يجوا ياكلوا ويعرفوا مكان الميه والاكل. جبت شويه سكر وحطيتهم في شويه ميه ودوبتهم كده بايديا كويس جدا. لازم نحط للطير اول ما تيجي سكر، ميه بسكر عشان تطهر معده الطيره وتقوي المناعه بتاعتها. ده بدل محلول الجفاف، هو السكر بدل محلول الجفاف تمام. عامله لهم بقى كده حطيت زلط طبعا عشان البطه ما تغطس جوه الطبق وتغرق. رحت السوق ورجعت بقى، ما كانش عندي علاقه ناعمه بصراحه، فكنت عندي العلاقه الخشنه بس طبعا مش هينفع ياكلوا الخشنه. رحت بقى جبت عليهم ايه 10 فراخ بيض، قلت بقى هي تربيه بتربيه فيبقى دول مع دول كده يتحضنوا سوا، ومجرد بس البط ما يبقى حشو الايد كده يعني 10 ايام 15 يوم بالكتير هعزل ده من ده، يعني هشيل البط لوحده في مكان والفراخ هتفضل في مكان تاني خالص تمام. فجبت بقى عليه ناعمه وجبت ال10 فراخ، كنت جايبه الفرخ ب27 جنيه تمام. الفراخ البيضه الفرخ جايباه ب27 جنيه يوم السبت اللي هو امبارح. والبط ده طالع لنا هما 6 بطات بس حلوين ورضا وكفايه قوي، فضل ونعمه من ربنا، بس ربنا يديمها علينا نعم. طبعا لما رحت وجيت لقيت البط ايه ملحوس حوالين الطبق بتاع الميه كده، بس الطبق ده بس هحط لهم فيه الميه بسكر وبعد كده هجيب لهم السقايه، عشان طبعا انا جبت الفراخ بس انا كنت حطاها لهم عشان محلول جفاف بس يعالجهم، هو مده يوم واحد بس بحط لهم الميه بسكر، وبعد كده تاني يوم اللي هو النهارده حطيت لهم السقايه، عشان النهارده تاني يوم هتلاقوا الفراخ اول ما نزلت ما شاء الله راحت على الميه، والبط طبعا شرب وطهر معدته. هروح بقى اجيب لهم شويه عليقه في طبق كده، طبق يكون مش غويط يكون مسلطح كده عشان كلهم يتلموا وياكلوا فيه. وهنا بقى دلوقتي رحت بقى جبت لهم شويه العليقه واحطهم لهم علشان ياكلوا، شكلهم حلو قوي شكلهم لطيف قوي، بحبهم هم صغيرين كده بيبقى شكلهم لطيف. شايفين البط لما شبع من الميه لم في جنب ونام كده، الفراخ لما بتاكل وبتشبع تلاقوهم ايه لمين ونايمين وحاطين وشهم في الارض. والله العظيم بفرح قوي 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 بشكلهم ده وبمنظرهم ده بجد بيفرحني. انا مش هسيبهم هنا كتير، انا بس بقى على ما اجهز المكان يومين 3 بالكتير وهنقلهم من الطشت ده في المكان اللي انا بربي فيه الفراخ والبط تمام، في ارضية الاوضة يعني تمام. بس هو ده الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتم او خدتوا فكره لو بسيطه من الفيديو. شكلهم ظراف قوي ما شاء الله تبارك الله. يلا بقى تشجعي كده وراح هاتلك شويه فراخ بيض، مش هيكلفوك حاجه لكن هيوفروا عليكي كتير قوي، والله دي نعمه وخير في البيت، ربنا يديمها علينا يا رب، ونعمه ويحفظها من الزوال ان شاء الله. كده تكونوا تشجعتوا معايا في الفيديو، ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. اسيبكم في رعاية الله وحفظه واقول لكم مع السلامة وباي باي.